السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهاردة عن الستيك بالمشروم والصوص ديمجلاس. ودي طبعا أكلة جميلة جدا. والستيك بيحب يبقى يتبل الأول بفلفل مجروش، مش فلفل ناعم، فلفل مجروش كده نرشه على اللحمة كلها بعد ما قطعناها طبعا. وبرضو بنستخدم معاه الملح الخشن. نحط الطاسة بتاعتنا على النار، ونحط كمان طاسة عشان نسرع الوقت شوية. بعد ما حطينا الملح الخشن والفلفل الاسود، يا ريت ندعك قطع الانتركوت كده عشان تشرب الملح والفلفل كويس. قطع الانتركوت المفروض ان احنا بنقطعها بتبقى اسمك شويه من قطع الانتركوت اللي هتبقى مشوي على الفحم. يعني المشوي على الفحم بنقطعها بسمك 1 سنتي، دي بنقطعها بسمك 1 سنتي ونص، يعني سنتي ونص بدل سنتي. القطعيه بتاعتها بتبقى بالسمك ده كده. بعد ما دعكنا الفلفل والملح كويس في الفيليه بتاعنا او الستيك، طبعا دي من الانتركوت، دي قطعة اللحمة دي اسمها انتركوت، وطبعا دي من حتت اللحمة الناعمة. نقلب اللحمة على الوش التاني. طبعا لازم تكون الطاسة سخنة جدا، ما ينفعش ما تكونش سخنة قوي، عشان اول اللحمة بتنزل فيها تاخد صدمة جامدة. نفس اللي عملناه في الوش الاولاني هنعمله في الوش التاني. برضو فلفل مجروش، الملح الخشن بتاعنا، وبرضو نعمل لها كده زي مساج عشان تشرب الملح بتاعها كده. زي حلو قوي زي الفل. سنة زيت كده في الطاسة. نبتدي نحط اللحمة بتاعتنا كده، طبعا الريحة طالعة حلوة قوي. نسيبها ما نقلبهاش الا لما نتأكد انها خدت العلامة بتاعة الطاسة وابتدى لونها يبقى ذهبي زيادة او على محمر كده. ويا ريت كده عرقين روزماري. يا سلام بقى على الروايح اللي طالعه دلوقتي دي، هتشرح القلب بصحيح. طبعا احنا عندنا النار. ناخد بقى من الزبده اللي طالعه دي مع الصوص بتاع اللحمه ونرش على الوش. طبعا حته اللحمه دي ما بتاخدش تسويه كتير. الطاسه دي بس كده نركنها على جنب على بال ما نعمل الرز الابيض. طبعا واحنا عملنا الستيك بالزبده وحطينا عود روزماري، وبعدين برضو حطينا رشه زعتر، وقعدنا نتبله كده بالجوس اللي بيطلع من اللحمه بالاضافه للزبده. نحطها على الوش عشان يخلي اللحمه تندر وجميله. وكده نركن الطاسه دي شويه صغيرين تحت على بال بس ما الرز اللي حطيناه على النار ده يستوي. دقيقتين 3 بس فاضلين.
وادي صوص الدمجلاس هنحطه شويه كده بس يبقى في حاله سخونيه. صوص الدمجلاس المره دي عملناه من بودره الدمجلاس اللي بتتباع في اي سوبر ماركت، وده بندوبها في كوبايتين ميه، ونحطها على كوبايتين ميه ساقعه وندوب فيها المحتوى بتاع باكو الدمجلاس، ونستمر في التقليب لغايه ما يربط ويمسك كده. وطبعا ده المشروم لانه معلب وجاهز مش محتاج تسويه. طبعا احنا مسويين السوتيه، هنعمل حاجه صغيره قوي بس عشان يبقى له طعم شويه، لان احنا كمصريين بنحب الاضافات. لانه السوتيه المفروض يا دوبك عليه سنه ملح ويطلع زي ما هو كده، انما احنا هنلفه بزبده، حته زبده صغيره، ونديله كده يعني فص صغير قوي توم مهروس قوي، ونجمع التوم كده في ناحيه، ونبتدي بالسكينه نسحبه على البلانشه كده. ده يعني بدل ما ندق التوم او خلافه، فيبقى كده هيبقى كريمي خالص كده بقى، يعني كريمي خالص اهوت. وكده صوص الدمجلاس معانا زي الفل. طاسه صغيره كده ده طبعا فص صغير قوي توم، احنا يعني عايزين يا دوبك ريحه خفيفه. نبتدي نحط عليه السوتيه، وبرده سنه زعتر صغيره قوي كده، شعرايه يعني. وكده السوتيه بتاعنا بقى زي الفل. طبعا هو مسلوق في ميه بملح ومش محتاج يتحط له ملح ولا حاجه. ندي تقليبه صغيره كده في الرز، ودي الستيك بتاعنا، وده الرز بتاعنا. فاضل حاجه واحده بس، ان احنا نصب عليه صوص الدمجلاس كده زي الفل. مش ناقصنا غير ان احنا يعني نعمل حاجه صغيره كده. يا سلام لو عرق روزماري برضو عشان يبقى نبات عطري بجانب الطبق بتاعنا. وبكده النهارده طبقنا يكون اكتمل. ستيك بصوص المشروم وصوص الدمجلاس بالمشروم، ورز ابيض وخضار سوتيه وعرق روزماري كده عطري عشان يفنش الطبق بشكل شيك، وطبعا طعمه جميل جدا. يا ريت تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام.